حاليا الأعمال اللي تقوم بها المؤسسة هي إبرام عقول مع الأخوة الفلاحين لموسم 2022-2023، حيث بعد قيام اللجان الحقلية بالكشف الحقلي واختيار الأراضي واختيار المزارعين، قمنا باستدعاء المزارعين إلى مؤسسة الكثار في كوبش من أجل توقيع العقود مع الأخوة المزارعين. طبعا كمية البذار نحن السنة الماضية كنا نوزع كمية بذار 40 كيلو بالنسبة للدونم الواحد. هاي السنة ارتأت الإدارة أنه توزع كمية 32 كيلو غرام قاسي و30 كيلو طري حسب خطة الزراعية، وذلك لتفادي الأمراض التي تصيب الحنطة. يعني نتيجة الثخن خلال السنوات الماضية زيادة كمية البذار تؤدي إلى انتشار الأمراض الفطرية، بالإضافة إلى الرقاد، تسبب الرقاد للمحصول. فأتت الإدارة أنه توزع كمية 32 كيلو قاسي و30 كيلو غرام للطري، بالإضافة إلى 20 كيلو سماد ترابي و30 كيلو غرام يوريا. طبعا هاي كميات تقدمها المؤسسة قرضا نهاية الموسم بعد استلام محصول القمح. الأصناف الجديدة طبعا الأصناف الموجودة عندنا بالنسبة للقاسي شام 3، شام 7، دوما 1، دوما 1، بحوث 9، بحوث 11، بحوث 7، أكسار 65. أما بالنسبة للطري شام 6، دوما 6، دوما 2، دوما 4، جزيرة 4، جزيرة 2. هاي الأصناف الطرية. السنة الماضية كان تعاقدنا مع 425 فلاح مساحة 15,500 ألف دونم. حاليا السنة هاي خطة الإدارة أنه توسع عملها لغاية تاريخ هذا اليوم، تاريخ 7/11 وقعنا 750 عقد. فخطتنا أنه نتعاقد مع 1000 فلاح بمساحة ما يقارب 35 إلى 40 ألف دونم، من أجل أنه نغطي احتياج محافظة الرقة بالكامل من البذار المعقم. بذار الجمعيات، البذار الموجود عندنا هو بذار محسن. طبعا نفس الأصناف اللي ذكرتها بالنسبة للعقود الكثار هي الأصناف هاي زاد موجودة عندنا، بس طبعا مرحلة محسن. هاي المرحلة نوزعها على الأخوة المزارعين. طبعا نفس الكميات طبقا الخطة الزراعية نوزعها. المؤسسة جاهزة. امبارحة أول نهار بتوزيع الجمعيات، طبعا ما كان في توزيع. امبارحة بلش تراخيص الجمعيات، فامبارحة أول جمعية استلمت بذار. البذار الموجودة حاليا لدى المؤسسة 12,000 طن، ونحن جاهزين، وحاليا العمل مستمر بالنسبة للغرابين. العمل مستمر ليلا نهارا من أجل تأمين البذار المحسن للأخوة المزارعين. خطة لجنة الزراعة والري الكميات المطلوبة هي 19,000 طن، ففي عندنا أنه نقدر نأمن هاي الكمية يعني.